نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا أسبغ على عباده نعما ظاهرة وباطنة، نعما لا تعد ولا تحصى. ومن تلكم النعم نعمة عظيمة هي أنفس النعم وأعظمها، من حازها فهو السعيد، ومن حرمها فهو الشقي البعيد. اصطفاها الله جل وعلا فمنحها من شاء من عباده، وحرم منها خلق كثير. إنها نعمة الهداية إلى الإيمان وإلى دين الإسلام. يقول الحق تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه النعمة عباد الله هي من أكثر النعم عرضة للزوال، لذلك كان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بل إن كل مسلم يدعو في كل ركعة من ركعات صلاته، سواء كانت الفريضة أو النافلة، يدعو ربه جل جلاله بأن يحفظ له هذه النعمة من الزوال، فيقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا أمر عباده بسؤال الهداية فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إخوة الإيمان، إن الثبات على الدين وطاعة رب العالمين ولزوم الصراط المستقيم أمر عزيز وعظيم، لا سيما في فساد الزمان وكثرة الفتن وكثرة المغريات وتتابع الشهوات والشبهات. فالتعرض للفتن من أخطر أسباب زوال هذا الدين، ومن استشرف الفتن زلت به القدم، والحي لا يؤمن من الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ولا ينجي من ذلك عباد الله إلا رحمة الله تعالى ثم الأعمال الصالحة. أيها الناس، لقد كثرت الفتن في هذا الزمان، وكثرت معها القلاقل والابتلاءات. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي زمان على هذه الأمة يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمرة من النار. ومعنى ذلك أنه سيأتي زمان على هذه الأمة وعلى المسلمين تكثر فيه المحن والفتن التي تؤذي المسلم وتضره حتى يكون فيها كالقابض على الجمر من شدة صبره على دينه وعلى إيمانه وثباته عليه، كأنه قابض على الجمر من شدة ما يصيبه من الآلام والشدائد في ذلك الزمان. نعم عباد الله، فتن كثيرة عظيمة، فتن تكون سببا لزيغ الناس وبعدهم عن طريق الحق ومنهاج النبوة وعدم الثبات على هذا الدين العظيم. ومن تلكم الفتن العظيمة التي كثرت وظهرت في هذا الزمان وحذر منها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فتنة قد زلت بكثير من الناس، هي فتنة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي في الناس فتنة أعظم وأضر على الرجال من النساء. فكم من إنسان أيها الناس ترك دينه بسبب شهوة عابرة، كم من إنسان زاغ عن الحق بسبب امرأة فاجرة. وكذلك الأموال والأولاد هي من الفتن عباد الله. يقول ربنا جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالمال عباد الله قد يدخل المرء في الدين وقد يخرجه منه وهو لا يعلم. والعدل أن لا يؤخذ المال إلا من مصدر حلال، ولا يصرف إلا في حلال، لا يصرف إلا في مرضاة الله رب الأرض والسماوات. وأن يجعل المال في اليد ولا يمكن من دخول القلب. أي نعم عباد الله، لابد أن يكون المال في اليد ولا يكون في القلب، لأن المال إذا دخل إلى القلب وأصبح الإنسان همه المال خسر الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وإلى الله المشتكى. ومن الفتن الخطيرة عباد الله أيضا، والتي تكون سببا في الزيغ والبعد عن دين الله، هي تتبع المتشابه من الأحكام والأخذ بالرخص في الحلال والحرام والتحايل لارتكاب المحرم. فكثير من أهل البدع يتركون المحكم من الآيات والأحكام ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ونشر الفرقة بين المسلمين. كثير من أهل البدع وعلى رأسهم الخوارج التكفيريون، وعلى رأسهم أولئك المتصوفة الذين يدعون الناس إلى عبادة القبور، يلوون أعناق النصوص والآيات. لماذا؟ لكي يخدموا بدعهم ولكي يستحلون بها دماء المسلمين والدماء المعصومة كما نرى في هذه الأيام. كم هم أولئك الناس الذين يلوون أعناق النصوص والآيات لكي يستحلون الربا ويأكلون أموال
فإن الذي يقع في الشبهات كما يقع في الحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك الناس، أولئك أهل البدع وغيرهم، قد صدق فيهم قول ربنا سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إخوة الإيمان، كذلك من أسباب هلاك العبد وزيغه عن دين الله هي التهاون بصغائر الذنوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. نعم عباد الله، نعم إخوة الإيمان، كم من صغيرة أصبحت كبيرة، كم من صغيرة جرت إلى معصية كبيرة. فيا عبد الله، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، فلا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى، فإن الجبال من الحصى. إخوة الإيمان، لذلك كان البعد عن الله إما بمخالفة المعاصي أو التقصير في الواجبات أو الاجتهاد في البدع والخزعبلات، كان ذلك من أسباب الغواية والبعد عن دين رب الأرض والسماوات. أيها الناس، إن الثبات على الدين والثبات على طاعة رب العالمين ولزوم الصراط المستقيم أمر عزيز وعظيم لا يوفق إليه إلا من أراد الله به خيرا، ولا سيما مع فساد الزمان وكثرة المغريات وتتابع الشهوات وكثرة الشبهات. ولكن عباد الله، لكي يثبت الإنسان على دين الله ومنهاج النبوة ومنهاج الحق، يحتاج دائما إلى المراقبة التامة والملاحظة الدائمة والبعد عن مواطن الهوى والمجاوزة والعصيان. ولأجل هذا فقد أرشد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، أرشدنا فقال: استقيموا ولن تحصوا. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. والسداد كما أخبر عنه أهل العلم هو في الحقيقة هو الاستقام والثبات والإصابة في جميع الأقوال والأعمال. واعلم أيها الموفق، أعلم أيها المسلم بأن الثبات على الدين والاستقامة على منهج سيد المرسلين وطاعة رب العالمين مبني على أمرين عظيمين، ألا وهما حفظ القلب وحفظ اللسان. فمتى استقام القلب واللسان استقامت سائر الأعضاء، وصلح الإنسان في سلوكه وحركاته وسكناته. ومتى عوج فسد الإنسان وضلت أعضاؤه جميعا. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فيا أيها الناس، اعلموا رحمني الله وإياكم بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. فكما أنه عليه الصلاة والسلام حذرنا من أسباب الزيغ وأسباب الضلال وأسباب البعد عن الدين، بين لنا عليه الصلاة والسلام أسباب وأخلاق التي تمكننا والتي تكون سببا في ثباتنا في زمن الفتن وزمن المحن وزمن الشبهات والشهوات وما أكثرها في هذا الزمان. اعلموا هداني الله وإياكم بأن من أعظم ما يثبت المرء على دين الله هو على
زمان ومكان. كذلك الإيمان الصادق بالله والاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما علما وعملا على فهم سلف الأمة، فإنهما النور والضياء اللذين يهتدى بهما في الظلمات ويرجع إليهما عند الملمات ويعتصم بهما وقت الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. فالتمسك بالسنة والاعتصام بالقرآن وقراءته وحفظه ومدارسته والقيام به من أعظم وسائل الثبات على دين الله، لما يشتملان عليه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وزيادة الإيمان، ولمعالجتهما لأمراض الشبهات والشهوات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الموحد، راجع نفسك، اسأل نفسك: كم من يوم مر عليك ولم تفتح كتاب الله؟ كم من ساعة مرت عليك ولم تنظر إلى كلام الله؟ للأسف الشديد كثير من الناس لا يتذكرون كتاب الله إلا في رمضان. تمر عليه الأيام والأسابيع والشهور والساعات ولا ينظر إلى كتاب الله. كيف ترجو الثبات؟ كيف ترجو النجاة من هذه الفتن وأنت لم تسلك المسالك الصحيحة؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. فإن السفينة لا تجري على اليبس، فإن السفينة لا تجري على اليبس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن من وسائل الثبات على دين الله هو الرضا بقضاء الله وقدره والاطمئنان إلى خيرته لعبده، وأن يعلم الإنسان بأن الخير فيما اختاره الله تعالى له وأن الشر فيما صرفه عنه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أيها المسلم، ستبتلى يا عبد الله، فهذه سنة الله في خلقه. ستبتلى بالخوف، ستبتلى بنقص من الأموال، ستبتلى بالدين، ستبتلى بنقص من الأنفس والثمرات، ستبتلى، ولكن عليك بالصبر والثبات. ستبتلى بالصبر والثبات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول رب العزة في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم أيها الموفق، إن صبرت وثبت على الدين فإن الله تعالى سيلطف بك ويثبتك على الحق ويكرمك في الدنيا والآخرة. فثق يا عبد الله، فثق بتأييد الله ونصر الله تعالى ووعده لعباده المؤمنين. وإياك والاغترار بالباطل وكثرة أهله وشوكتهم، فإنهم جميعا تحت قهر الله وقوته. واعلم بأن العاقبة للمتقين. واعلم يا عبد الله أن من أعظم وسائل الثبات على الدين أيضا هي الدعاء والإلحاح على الله في الثبات على الصراط المستقيم حتى الممات. يقول
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد ثبت في الصحيح أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له زوجته أم سلمة لماذا تكثر من هذا الدعاء يا رسول الله؟ فقال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فعليك يا عبد الله، عليك يا عبد الله بأن تلح على الله بالدعاء. ارفعوا أيديكم إلى الله فإنه قريب مجيب الدعاء، إنه حي لا يموت، فاسألوه سبحانه وتعالى الثبات على الدين إلى الممات. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في آخر صلاته، وكان يتعوذ من فتنة المحيا والممات. فلقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4، فليتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. أيها الموفق، أيها المسلم، يعلم أن من وسائل الثبات أيضا على دين الله هي المداومة على ذكر الله، فإنه الصلة العظمى بالله تعالى، ومن كان الله تعالى معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وتأمل أخي المسلم كيف أن الله جل جلاله قد قرن الذكر بالثبات في آية واحدة في موقف عظيم هو من أشد المواقف واخطرها، ألا وهو لقاء العدو. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعلى المسلم الباحث عن الحق وعن الثبات وأسبابه أن يحرص على مرافقة الصالحين والالتفاف حول العلماء الربانيين العاملين والدعاة الصادقين الذين يثبتون الناس عند الفتن ويؤمنونهم في أزمنة الخوف والرهبة، وليكثر من مجالستهم، فإن مجالستهم وملازمتهم تزيد الإيمان وتثبت الأقدام على طريق الرحيم الرحمن. وها هو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يقول واصفا لنا حال المسلمين والصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ولا ينسى عباد الله موقف الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وثباته عند موت النبي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينسى ذلك الموقف الذي ثبت فيه صابرا محتسبا مذكرا الناس بكتاب الله الذي أخبر عن وفاة رسول الله، فقال رضي الله عنه وأرضاه من كان منكم يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ووالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا عباد الله، انظروا إلى فضل العلم والعلماء، انظروا إلى فضل العلم والعلماء عند الفتن وعند المحن. فاتقوا الله عباد الله والتفوا حول علمائكم ودعاتكم واحذروا من دعاة الضلال والفرقة، وعليكم بأهل السنة فإنهم أكثر الناس صبرا على البلاء وثباتا على الدين. واعلموا أيها الناس عموما أن ما يثبت العبد على دين الله تعالى هي كثرة العبادة لله رب العالمين والمداومة على الطاعة ولو قلت، والاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة، والحذر من المعاصي والمبتدعات ومن الخزعبلات والشركيات، فإن هذه الأمور وغيرها مما يقوي الله بها قلوب المؤمنين
إذا اتخذ الإنسان بالأسباب فإن الله سيثبته في الدنيا، سيثبته على الحق وعلى منهاج النبوة، وسيثبته أيضا عند السكرات وعند الزفرات وعند خروج الروح إلى رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال غير واحد من السلف: أما في الحياة الدنيا فيثبت الله المؤمنين بالخير والعمل الصالح والبعد عن البدع، وفي الآخرة يثبتهم في القبر. ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قالت إنها نزلت في عذاب القبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد ووضع في قبره يأتيانه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه ويسألانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن الذي يثبته الله تعالى فيقول: ربي الله، فيقول: ربي الله. لماذا ثبته الله؟ لأنه ثبت على توحيد الله. ثم يقول: ديني الإسلام. لماذا يثبت على هذا السؤال وفي الإجابة؟ لأنه تمسك بدين الله وأركانه. ثم يقول نبي محمد: لماذا يثبت على هذا السؤال أيضا؟ لأنه عاش على سنة رسول الله متمسكا بهدي رسول الله قولا وفعلا واعتقادا. يثبته الله في ذلك القبر. فماذا تكون نتيجة ذلك؟ يفسح له في قبره على مد بصره، ويفرش له من الجنة، ويأتيه ريح من الجنة، ويأتيه عمل صالح ويجلس عند رأسه ويكون أنيسه إلى قيام الساعة. فيا أيها الناس، اثبتوا على دين الله، اثبتوا على سنة رسول الله. إياكم والضلال، إياكم والبعد عن دين الله. إياك يا عبد الله، إياك أن تترك سنة نبيك ومنهج رسولك بعد أن هداك الله إليه. إياك أيها المسلم أن تعود إلى المعاصي والذنوب بعد أن أنقذك الله منها. إياك يا من وفقك الله إلى المحافظة على الصلوات أن تتركها بسبب الشهوات، بسبب المغريات. إياك، فكم هم أولئك الناس الذين عرفوا الحق وتمسكوا به، ثم بعد ذلك طال عليهم الزمان، طالت عليهم الأوقات، كثرت عليهم الفتن، فتركوا دينهم من أجل هذه الدنيا. فإياك أن تبيع دينك بعرض من الدنيا. فإياك يا عبد الله، فإن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أمننا ورجال أمننا. اللهم احفظ أموالنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ حدودنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج المارقين واليهود الغاصبين والنصارى المعتدين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوة